السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم يوميات ماما حبيبتي. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بديل للفول أو فول بطريقة اقتصادية حلوة جدا جدا جدا. هينفعك قوي قوي في الأيام اللي جاية وفي سحور رمضان، وهتدعيلي عليه. الفكرة عجبتني جدا يا جماعة، وقلت لازم أعملها لكم. طعمه بقى خرافة، خطير جدا. انا كواحدة مدمنة فول قديمة، بس الحمد لله يعني دلوقتي بقلل منه خالص لان الدكتور منعني منه عشان اليوريك. بس بصراحة جميل جدا جدا، ومش هياخد معاكي وقت، هيستوي معاكي في اقل من ساعة، هيكون خلاص ما شاء الله. مش هياخد 4 ساعات وست ساعات زي الفول العادي. طريقة سهلة وجميلة، وطعمه في منتهى الجمال، وبروتين بقى عالي جدا جدا جدا. حبة زيت زيتون كده وشوية طحينة وانسي، هتعيشي كده مع احلى طبق فول. هينفعك قوي 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 في سحور رمضان. يعني اعملي كمية، انا عملت نص كيلو بس. اعملي انت كمية محترمة كده وحطيها في الفريزر، وقبل ما تستخدميه بتطلعيه قبلها من بالليل لحد تاني يوم، ببص تلاقيه بقى ايه، فكه بقى كويس، وتسخنيه في شوية مية، مفيش اي مشكلة خالص، وتستعمليه زي الفل. هنبدأ بجزراية كده نبشرها مع بعض بسرعة. والمكونات بتاعته ان شاء الله اقتصادية جدا جدا، ارخص من الفول العادي بمراحل. معايا نص كيلو من الفول المدشوش، تمام كده، منقوع. غسلته كويس قوي ونقعته حوالي 10 دقايق وربع ساعة. ولما تيجي تشطفيه تاني، قبل ما تحطيه تشطفيه تاني، عشان مش زي ما شفتي كده ميته ايه لونها بيتغير، لازم تشطف تاني. ومعايا نص كوباية من العدس، اللي هو العدس اللي بجبة ده، او العدس البني. ونص كوباية من العدس الاصفر. وطبعا الجزرايه اللي بشرناها. وحبيتين طماطم، نشيل القشر بتاعتهم ونضربهم في الخلاط. او تبشريهم عادي، سواء ضربتيهم في الخلاط او تبشريهم، مفيش مشكله. كنت حاطه في الحله دي حوالي لتر ميه يغلي. اول ما غلى بدات حطيت المكونات زي ما انت شايف، وتخليه يغلي كويس قوي قوي. بعد كده تهدي النار عليه وتسيبيه مع نفسه. اخد تقريبا من ساعه لساعه وربع، ما اخدش اكتر من كده. انا سبته يبرد بقى. فزي ما انتم شايفين كده شرب الميه بتاعته كلها ما شاء الله. فلما تيجي تضربيه بالخلاط، لو انت هتحطيه في الفريزر على طول، تضيفي شويه ميه، مفيش اي مشكله. استوى في ثواني يا جماعه، وطعمه خطير جدا. سهل وسريع ومش هياخد منك وقت. وشايفه بقى، قبل ما تحطيه كده ممكن تحطيه زي ما هو عادي. انا عملت منه اكياس زي ما هي، ولما تطلعيه تضربيه في الخلاط. احلى حاجه او اكتر حاجه بتخليه تحفه، انك تحطي عليه، تعصري عليه ليمون، علشان خاطر ما يسودش معاكي خالص ولونه ما يغيرش منك. تعصري ليمونتين 3 كده براحتك. وكمان تحطي معلقه كركم ومعلقه بابريكا، هيدي لون وطعم خطير جدا. الجو منه ساقعه وانا سيبته عشان يبرد زي ما انتم شايفين، بس ما شاء الله الكميه ضعفت. وبس طعمه بقى خرافه. تقدري تعمليه بقى بكل الطرق اللي بنعمل بيها الفول عادي. يعني تعمليه بزيت الزيتون، تعمليه بطحينة، تعمليه حتى بالخلطة اللي هي بالطريقة اليمني دي. هضرب كل الكمية وهعبيها في الأكياس، وهتشوفيها دلوقتي. هتعمل معايا كمية كويسة، كمان عملت معايا كمية محترمة الصراحة. طبعا الفول المدشوش ارخص كتير من الفول التاني، واحلى حاجه فيه انه بيستوي في ثواني، مش هيكلفك حاجه خالص. تعالوا بقى كده لما نعمل طبق فول محترم. شايفين شكله، ريحته وطعمه خرافه. والله لو في طعم مش حلو او في حاجه، انا كنت هقولك يعني ان هو ما ينفعش يبقى زي الفول، لا. جميل جدا. المقادير زي ما قلتها لك كده مظبوطه جدا. نص كيلو الفول المدشوش، ليه نص كوباية عدس بني ونص كوباية عدس أصفر، وجزراية وحبيتين طماطم، بس مش أكتر من كده.